بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختي قبل ما تيجي عندها ايه يا اختي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حلو كده. ايوه هي عندها يا اختي نصين دول، انا خدت نص وهي نص. هنزل اعمله مش هتاخد بالها، تحسب اني عملته للعيال. السلام عليكم ورحمة الله. اتأخرت قوي في الشغل النهاردة، يا دوبك ادخل اعمل للعيال اكل. اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم لحمة، اسهل حاجة. عندي نصين. ايه ده نص واحد، امال التاني فين؟ يمكن عملته، مش عارفة، ممكن اكون عملته. احطه على النار بقى بسرعة. ايه مصر؟ وصلت اهو. انا جبت كل الحاجات. اعمل لهم مكرونه بالبشاميل بقى، البنات نفسهم فيها بقى لهم كتير، وانا كل يوم اقول لهم بكره، قلت فرصه النهارده الخميس اعملها لهم بقى بالمره. لا جبت كل الحاجه، بس عندي اللحمه ما اشتريتش لحمه. انا جايبه المفروم في التلاجة. ماشي، يلا مع السلامه. ادخل يا دوبك اطلع المفروم واحط الحاجات في الفرن. الله، لا انا متاكده ان كان عندي مفروم في التلاجة. حاجه بتختفي ليه؟ ايه ده؟ دي تالت مرة ولا رابع مرة الاقي الحاجة مختفية من الفريزر، وانا اقول يمكن عملتها. معقولة احيانا يكون في حاجة حد بياخدها؟ انا هنزل اسأل ماما، يمكن هي طلعت خدت. هنزل اسألها. افتح يا عم. السلام عليكم. عليكم السلام. عاملة ايه يا ماما؟ الحمد لله يا زوزو، انت عامله ايه؟ بخير الحمد لله. لسه جايه من الشغل؟ جيت بس لقيتك قافلة الباب، قلت تلاقيكي مش هنا. ما تعبت يا بنتي من القعده بقى، قلت الباب لحاجه تخش لي، انت عارفه الواحد بيخاف الوقت ده. بصي يا ماما، وانت طلعتي عندي؟ لا ليه؟ اصل انا بقالي كام مرة كده الاقي الاكل ناقص من التلاجة، من الفريزر، اللحمه متاخد منها. النهارده جيت اعمل بشاميل وانا واثقه ان انا جايبه لحمه مفرومه، ما يعني لقيتهاش. انت على كده عندك دم؟ بتحسي؟ ليه يا ماما؟ يعني انت طلعتي فوق، يعني انا خدت اللحمه بتاعتك يا ام لحمه، يا اللي ما كنتوش بتشوفوا اللحمه الا في العيد الكبير. مش قصدي يا ماما، بس انا بسالك، الحاجه بتختفي من الفريزر، قلت يمكن انت حد جالك طلعتي لا يا خدتي حبيبتي، ما حاجه. اخدش حاجه مش من حقي، واخد ليه انا حاجه الناس؟ انا ده مال الناس كان ناس. يمكن انا عملتها بقى ونسيت. ايوه شوف، انت ساعات بتنسي برضه يا زوزو. بعد كده تحافظي على كلامك، دي شقه ابني وخير ابني، وانا لو عوزت حاجه انت هتقدري تمنعيني اقول لك انا عايزه حاجه؟ لا، ما انا بقول انت لو لا. خدتي حاجه هتقولي لي يعني. لا يا بنتي، انا لو عايزه حاجه هقول لك يا زوزو لو سمحت تجيني نص لحمه، انت عندك نص كده يعني، اقول لك هاتي نص لحمه كده يعني. ايوه ماما، انت فاهمه بقى يا زوزو؟ صح عندك حق. ماشي يا ماما، اه انا هنزل اشتري لحمه. شد عضل يهدك. انا مالي يا ماما، انا نازله اشتري لحمه وجايه. روح، لو عندي كنت اديتك يا زوزو. جنسي بالصوره ما تشوف انا ما خدتش حاجه، انا من هنا طلعت مفيش دعوه. انت لو عايزه تنسى يعني كده تنسى، انت رايحه تقولي للصوره دي جنسي بالصوره. يلا بقى زلت لساني، ما خدتش بالها، دي هبله زوز، هي طيبه زياده عن اللزوم ما بتاخدش بالها. احسن. موضوع اللحمه ده هيجنني. انا متاكده ان انا كنت جايبه نص لحمه. انا مش عارفه مين اللي بياخد الحاجه. النهارده انا مش نازله الشغل، لما اشوف بقى مين اللي بيطلع شقتي. انا هدخل استخبى جوه الاوضه واشوف. ده مين بيفتح الباب؟ في حد دخل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اختي حد يشوف شكلها كانت جايبه ايه امبارح يا بنتي؟ جايبه فراخ
كستينة طلعت كيسة شاي فرخة. كيف هيك الفرخة؟ فين هبي؟ اختي لغنيش يا اختي قال ايه؟ حتى يا ماما وانا مالي يا اختي انا مش عارفة ايه تعالي يا اختي اعملي كده. لا والله يا ماما ومش بتطلعي واللحمة. هو انت ما رحتيش الشغل ليه؟ لا ما رحتش الشغل تعبانة. تعبانة يا لئيمة. ايه ده يا ماما؟ انتي واخدة الفرخة؟ طب ده انا لسه جايباهم امبارح، كنت قلتيلي كنت اعطيتك واحدة. انا باخد بالخير ابني. ما هو من خير بتديني ابنك حاجة يا من ماما، جيبك. بس ما يصحش اللي انتي عملتيه ده. ما بتدينيش حاجة من جيبك، ده خير ابني يا ماما. قوليلي وانا اديك اللي انتي عايزاه، لكن انك تخشي وتسرقيني كده وتنزلي. انت بتسرقيني؟ انت شكلك انت قللت الادب. انا قلت الادب؟ اه. واللي انتي عملتيه ده ايه يا ماما؟ ليه يعني؟ ده خير ابني يا ماما. قوليلي وانا اديك اللي انتي عايزاه. لا انت ما بتديش حد، انت من ساعة ما دخلتي البيت ده وانت رمة ما بتديش حاجة لحد. انا ما بديش حاجة لحد ما ورمة. بتديش حاجة لحد. فتفتحي بالمفتاح وتخشي تاخدي من ده تلاجتي. بيت ابني وثلاجة ابني يا اخي، انت كنت جايباها وراكي؟ لا مش جايباها ورايا، بس اللي انت عملتيه ده ما يصحش، البيت ليه حرمه. ايه البيت له حرمة يعني؟ يعني غربتي شعرك يا اختي قبل ما اجي. طب هاتي المفتاح يا ماما بتاعي. تكنينه مفتاح يا ماما، دي شقة ابني. لا ما تطلعيش تاني البيت وانا مش موجوده، انا عايزه مفتاحي. مالكيش مفاتيح عندي، اللي يجي يقول لي اديني المفتاح واللي هو ليه يقول لي الكلمة دي ابني مش انتي. انتي ايه جايباها وراكي يا اختي ام مفاتيح؟ انا هكلم مصطفى وليا كلام تاني معاه. هدتشيني يا بنت، يجي ياخد لي قلمين مصطفى. لا مش هياخد لك قلمين، بس هيقولك تديني المفتاح عشان ما يصحش تطلعي وانا مش وانا موجوده. يوم ما يقول لي اديني المفتاح يبقى لا ابني ولا اعرفه، وهوريكي ايام سودا. اوعي كده، اوعي كده، انا مخرطه الملوخيه تحت. يوم ما يقول لي هاتي المفتاح انت وهو مالكوش قعد في البيت يكون في عينك، هكرشكوا بره. لا احنا نازلين ناكل الفرخه بتاعتي عندك. فرخه؟ هبقى اسيب لك الرجول. جايبه الرجول يا بيه؟ لا طبعا ما بجيبهاش. مش هسيب لك حاجه. انا لازم اكلم مصطفى ياخد لي المفتاح، ما ينفعش الوضع ده، إيه اللي كل شويه تطلع تاخد حاجتي من التلاجة وتقول ان مش هي. لا مش نافع، انا مش عارفه فين تليفوني، اخش اجيبه واكلم مصطفى.